اهلا بيكم حبايب مطبخ جيجي ورانيا، وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض اكله مصريه جميله وشهيه بتحبها الاسره كلها. هنعمل مع بعض طريقه عمل طبخ الملوخيه الناشفه، ولا احسن واطعم من كده، مع شويه رز بقى كمان ووراك فراخ محمره. يلا بينا نبتدي. انا كنت منشفه شويه ملوخيه، بس طلعوا حكايه في الطعم. فعلا اهم حاجه في الملوخيه عشان ننشفها وتطلع حلوه قوي، دي بتبقى حسب زرعه الارض. يعني في ارض بتطلع ملوخيه عسل العسل وجميله جدا. هنجيب حله على النار وانزل فيها بشويه شوربه بمقدار حسب الرغبه بتاعتك، وقبل ما الشوربه يا دوب تبتدي هتغلي هنزل الملوخيه الناشفه فيها. هحط مقدار قد ايه حسب ما يخلي الشوربه مش خفيفه ولا تقيله معاكي. حطي بالتدريج لغايه ما تديك القوام المطلوب، وقلبيها كويس مع بعض لغايه ما تمتزج مع بعضها كده. طيب يلا بينا بقى نعمل الطشه بتاعتها. هجيب طاسه على النار، هحط فيها معلقتين سمنه وانزل بالثوم المفروم، واول ما يتغير لونه للون الذهبي هطشها على طول على الملوخيه. شايفين الجمال والحلاوه بجد جميله قوي. في ناس بقى دي شهقة الملوخيه، ما تخافوش. طيب انا كنت سلقه وراك فراخ كده، يلا بينا نحمرها مع بعض. اجيب طاسه ومعلقتين سمنه، واول ما هتسخن هنزل بالوراك يا دوبك ياخدوا لون ذهبي على الجنبين، واطلعهم اقدمهم في طبق. ودي كانت النتيجه، اكل على السريع كده، واقدم معاهم طبق الرز. وبألف هنا ليكم. يا ريت ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تشجعونا ان احنا ننزل اكلات جديده.